مصر كلها بتسأل نفس السؤال ده، فين حقنا؟ فين حقنا؟ مش لمصطفى مدبولي. حياة صعبة، حياة صعبة. وايه فخدة الضاني كده اللي داخلة الفرن فين حقنا كمواطنين في الصحة والتعليم؟ اجيبه منين؟ والأكل والعيشة والسكن. انا اجيبه منين ولا مصر تجيبه منين؟ طب اعمل ايه؟ هعمل ايه؟ ونفس الكلام للصحة. بصوا بعين الرحمة للمواطن المصري الشقيق اللي عايش في هذه الجمهورية اللي ابتليت بيكم. الارقام المطلوبة مش موجودة يا جماعة. ابتليت بغبائكم وفشلكم وخيانتكم. اشكي لمين انا ولا احكي لمين؟ ما حدش هيصدقني اذا كنت انا مش مصدقك. فبقيت انت عليك واجبات بس مالكش حقوق خالص باسم الوطنية. انت لازم تأمن الناس وتحسسهم انه في انتماء وفي بلد. ايه؟ مين اللي قال الكلام ده؟ انت عايز توقع بينه وبين ابن مصلحي ولا ايه؟ مين اللي قال بيعملها؟ ولمح إلى أن مصر يمكن أن تشهد فوضى واضطرابات بسهولة، ضاربا مثالا حول كيف يمكن هدم مصر. اهد بلد فيها 100 مليون ولا 105 مليون بمليار جنيه، يعني 30 مليون دولار، في ناس بتصرفهم في حفلة. انت بتطلع ايه يا عم انت؟ بتطلع ايه؟ الحق يا ابراهيم. بس ايه الرجاله دي مش تمام، الرجاله دي فاكره لك خرفان. ما نقولش ايه اديتنا مصر ونقول هندي ايه لمصر. طب لما انا ما معيش هديها ازاي؟ اخش اجيب لك سطر الجراريب من جوه؟ انت بتعايرني؟ دي كانت ملفات قديمه واتحرقت خلاص، انا دلوقتي بكافح يا بابا. المواطن المصري يعني رغم كل ما يعانيه، احنا بنتكلم رسميا دلوقتي مصر 32% من نسبه المصريين تحت خط الفقر. ابراهيم عيسى كمان طلع يدلي بدلوه بنسبه الفقر وقال انه تقريبا نص الشعب المصري، الحقيقه اكتر من نص شويه يا استاذ ابراهيم، وانت عارف وانا عارف وده عارف. وباع الوهم للمسكين وحط رقبنا على السكين وقسم مصر نص شمال ونص يمين. حضرتوا عارفين موقف انا من البيع، بيع يا عم. الفلوس. حاضر يا فندم. حاضر يا فندم. اهم حاجة في الدنيا. طول عمرك كلب فلوس. يا سلام، مش عايز اقول لكم بقى، ده الفطار بقى. في ناس ما بيلاقيش ثمن الدواء. يا سلام يا اخي، والله العظيم اخلاقك العاليه دي احرجت ميتين اهلي وخلتني ما يعرفش يتعالج. في ناس بتموت مش عارفه تتعالج. هو ده الحال. انا ضاغط لان ما عندناش سبيل تاني. اوعى ياما سيبيني، انا زهقت من العيشه والدنيا واللي عايشينها، ودي اللي ننتحر. الاسعار يا ريس، اي حد يمسك البلد الاسعار ونبعش الغلابه اللي واقفين عشانكوا دول. ما تشوف الواد ماله. خليه نط يا سعديه وانا هنزل اتفاهم معاه تحت، دي رابع مره ينتحر فيها ويفشل. ابنك فاشل يا سعديه، مش فالح في حاجه ابدا ولا حتى في الانتحار. وتمضي الحياه، يستطيع المصريون ان يستمروا في حياتهم. انا اتحمل ان انا اقول ان 70% في مصر فقراء. هنكذب. عايزين شغل كتير، عايزين فلوس كتير، بس ما صدقنا حد فكر اننا نبص على الناس دي كانت ماتت. ونص حزين ونص في عتمة الزنازين ونص مصدق الكذبة وراهن على الحصان الأعرج. لن يحدث تصعيد الأسعار من بقك لباب السماء للسلع الأساسية ومطالب الناس مهما حصل. مش هيحصل حاجة للدولار يعني، لكن نقول مهما حصل للدولار. يعني على الصبر. انت الجيش مسؤول والدولة مسؤولة معايا. سيبنا عيا. احنا في المطلع النهائي، لو ربنا سبحانه وتعالى أراد لنا ووفقنا وتجاوزنا وصلنا للخروج منه، خلاص تبتدي الأمور تستقر لدولة بكل معايير الدولة. كل مهارات عبد الفتاح السيسي هي في الحركة دي، في الخباثة. مصر هتبقى في موضع تاني 2020. الله عليك يا عمنا، تجارة عناب عشان الصحصحة. الاسعار ولعت، الناس مش لاقيه تاكل. 30/6/20. العيد ده كداب وبطنه فاضيه وبيتعشى كوسه نيه يا سعاده الباشا، وبيضرب كمبيالات وحرامي ونزله السمان كلها عارفه كده. لكل اللي موجودين معانا واللي بيسمعونا من الدول اللي بتقول لنا انتوا ليه بتدوش حقوق للناس؟ حقوق ايه؟ ما تزعلش نفسك، الضغط شغال في البلد وانت صغير. انا مش هاكل، انا مش عارف اعلم، مش عارف اعالج، مش عارف اشغل، مش عارف اسكن. بس ما تزعلش نفسك لا تضطرب بالضغط ولا حاجه، اليومين دول يا عيني اللي بيقعوا صغيرين وانت صغير. 30/6/20. العيد الصغير اللي قبل العيد الكبير، خد بالك. اطلع بره! صبح على مصر بجنيه من الموبايل بتاعه ب10 مليون جنيه، يعني في الشهر ب300 مليون جنيه، يعني في السنه ب4 مليار جنيه. قصة ان دي دولة عصابة، دي دولة مجرمين، دي دولة قطاع طرق. ادي باكيتة و20 جنيه وشريط ترامادول ل100,000 انسان ظروفه صعبة، انزله حالة، دنيا غليت، هديله 1000 جنيه.
الاسعار يا ريس، اي حد يمسك البلد الاسعار والنبي عشان الغلابه اللي واقفين عشانكوا دول. اخدمك يا عم وحسبت لك خلاص. انا حسبت لك ايطاليا. ايطاليا؟ ايوه، مزارع العنب هناك محتاجه الايد عامله كتير قوي. وانا مش هديلهم بقى 20، الدنيا غليت، هديله 1000 جنيه. هديله كام يا دكتور؟ 1000 جنيه. ال 100000 يبقى بكام؟ ب 100 مليون جنيه. وانت ومجهودك ان شاء الله تشتغل 4 ساعات في اليوم. 4 ساعات في اليوم. انزلهم كام اسبوع؟ كامل 10 اسابيع بكام؟ بمليار جنيه. والحسابه بتحسب. طب لو اديتهم 100 جنيه بس، انزل مليون كل اسبوع لمده 10 اسابيع بمليار جنيه. والحسابه بتحسب. الحسابه بتحسب. اهد بلد فيها 100 مليون ولا 105 مليون بمليار جنيه. ايدك ابوسها يا شيخ. لما اجي ادفع ال 85 مليار للاسره دي اللي هي مش حاسه انها عايشه. ده انا كنت بالشعلة على حبال الهوا وانت استلقتني على كوب الراحه. انتوا مش عارفين ان انتوا نور عينينا ولا ايه؟ ده ضرير ما بيشوفش. اخرس يا حيوان. انا مش قايل لك 30 مليون مره اوعى تقول قدام عمك سماع انه ضرير ما بيشوفش. ليه؟ عشان احنا مخبيين عليه. صحيح. مخبيين عليه ليه؟ انت عايزنا نقول له ان هو ما بيشوفش يقوم يتعمل فيها؟ اخرس يا حمار. انت زي الفل ما تسمعش كلام حد. شوف الناس الحلوه دي تشرب ايه. ونص بيدعي من قلبه عشان مظلوم، ونص بيبكي بيكمل عشان في النوم. لا يا ريت حد يقول لكم ان احنا فقراء قوي. واحنا مقضينا النهارده ابتسامه رغم ان الفقر ده شيء مؤلم جدا جدا جدا. مع ذلك يحافظ على تلك الصلابه وعلى هذا الصبر وعلى القدره على التحايل وعلى القدره على التحمل، فده اعتقد صلابه بلد متحضره جدا وشعب متحضر جدا. ما انا عايز اعرف مين اللي قال الكلمه دي عشان ده لو انتشرت في الناس ده مش حلوه ليا. مش انت ممكن يضيع فيها ريال. مش انت يا عم. بس الناس وعناء الناس بان هو يعطيهم اموال ويعطيهم اغراءات البلد تغرق، ولذلك ما بتدوش حقوق للناس. حقوق ايه؟ انا مش هاكل، انا مش عارف اعلم، مش عارف اعالج، مش عارف اشغل، مش عارف اسكن. اللهم موت الشعوب كلها في يوم واحد عشان الرؤساء يصحوا الصبح مالوش حد يحكموه بقى. انما احنا ولاد كلب. ونص ضحيه طول عمره وطول عمره من الصابرين، بيروي الارض من دمه ويزرع فيها اعظم جين. بيحكي النكته من همه، بيحكي النكته من همه ويضحك لك عليها سنين. وانا تقديري انه يعني لو اضفنا الى هذا حاله الطبقه المتوسطه في مصر والذين هبطوا الى مستويات اقتصاديه ادنى واقل، فاحنا بنتكلم تقريبا يعني، وهذا تقديري الذي اتحمله وحده. سبحانه يا ولاد، سبحانه. ربنا العدل عمره ما يرضى بالظلم. عمره ما تفضل ناس تعض في التراب وناس تشرب نسكافيه ب35,000 جنيه. وعجبت لك يا مصر. لكن مش بنقول كمان انه الدوله مقصره، لا سمح الله الدوله بتتحرك، لكن ربما هذه التحركات في مسارات محتاجه تعديل. ونص عريض مقضي حياته في التعريض وواطي مطاطي للحاكم ومديله كمان تفويض. وانا بمليار جنيه انزلهم 10 اسابيع ورا بعض زي ما نزلتهم، مش انا بقى، زي ما نزلوهم. وهزيت طولك ليه من الاول وجيت لحد عندنا لما انت حاسس انك انت مسجون؟ كنت غلطان، كنت فاهم ان مصر هي امي وبلا بلا بلا بلا. فالاديان نزلت عشان كده، عشان العدل والمساواه، حتى لا يكون فقير، حتى لا يكون هناك من يموت جوعا وهناك من يموت شبعا. كل حاجه نوعين في مصر، حتى الحبسه والزنازين. طب بص بقى يا كابتن عادل، في حاجه مهمه عايز اقولها لك. النادي ده اتعمل علشان الناس المحترمه، مش علشان اي حد يلعب فيه. انواع الجبن الفرنساوي للاسف المصريين الاغنياء مش لاقيينها، وبيضطروا اسفين يروحوا فرنسا يشتروها ويجوا. انا مش متضايق ان السعر مرتفع والاسعار والناس، يا سيدي ما الناس ممكن تاخد بدائل وغيره، والناس بتحمل، نربط على بطننا بتمشي الدنيا. كل حاجه زفت وكل حاجه غلط. عشان قلبي عليهم رق، عشان بلدي اللي بتصرخ، عشان وطني اللي مني اتشق. ونص جبان قادر بس على الغلبان. الناس مش لاقيه تاكل، وناس تمد ايديها بال10,000 فدان وال20,000 فدان ياخدهم يقول لك دول بتوعي. هناك انفلات سعري غير مبرر بالمناسبه في كل السلع، مش البيض والرز، اي حاجه تروح تشتريها يقول لك امبارح كان بسعر النهارده بسعر. ليه؟
كابتن هو كله ضرب مفيش شتيمه ولا ايه؟ ونص عويل ونص عميل ونص يا حسرة بيأيد في نخبة وساسة هلاس، ونص بيدعي من قلبه عشان مظلوم. كيف تخدر شعبك وتجعله يعيش في الاوهام؟ يعني الجماعه السويديين دول اللي مرتبه قد مرتبك 43 مره. ايوه يا استاذ 43 مره. والشوارع عاملين لها رسوم وكل حاجه غليت يا حاج، مش عايزيننا ننزل من البيت، احنا كده مش قادرين نعيش. هو لو لقى حد يديله على دماغه مش هيعمل كده اصلا، لو لقى حد يقف له مش هيعمل كده اصلا. هي دي القصه. طب احنا نعمل ايه؟ نروح نقف؟ يعني الدوله تجيب عسكري ولا تجيب حد يقف على كل مكان؟ انا حاسس ان انا خلاص بقيت مسجون هنا في البلد دي. الاكل اللي بيضايق الناس بيغلوه وعشان يضايقوا الناس. طب احنا هو في حد عامل خطه ان الناس تتضايق؟ ايه الحقيقه؟ وانا بقول لكم هم عايزين يعملوا لكم فزع وعايزين يخوفوكم. يمي خاف يا عيد. يمي ولو في منحة للمحنة، ولو في معنى للوحدة، ولو في جايزة للقصة هتبقى باسم مصريين.